الو. الو، اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. اتفضل، حابب تقول اسمك؟ هو انا عايز اقول لك، هو انت لايف اه يا فندم. مباشر؟ لايف، ايوه. طب سيبيني احكي. مش عايز اقول اسامي. براحتك، مفيش مشكلة، بس لازم اقولك ان معلش. المكالمة مذاعة على الهوا يعني. ماشي، ما فيش اي مشكله، اتفضل. بس اتفضل، احكي يا فندم. تعبان، عايز اتكلم بس. اتفضل. حضرتك، هو انا كنت مسافر امم. بره مصر. سافرت اكيد لهدف، يعني عايز احسن من مستواي، بس ما كانتش دي الرغبه يعني. هي الرغبه جت احسن من مستواي، وفي نفس الوقت كنت في شوية مشاكل وعايز أغير البلد، يمكن ربنا يرزقني لما أسافر. امم. وسافرت، امم. اشتغلت، وكنت متجوز، وكان في مشاكل ما بيننا انت ومراتك؟ اه. امم. ورجعت ممكن تحكي اسرع من شوية يا فندم، السعودية. معلش؟ ماشي يا فندم. امم. ورجعت من السعودية، امم. وكان في مشاكل وعملنا قعدة وعادي، ورجعنا وكده ولما رجعنا مسكت التليفون بتاعها. يعني أنا لما جيت مسحت الواتساب، وليها صفحة أكون على الفيس مسحته، لأن أنا منبه عليكي. ما يبقاش ليكي علاقة بالسوشيال ميديا. يعني انت قلت لها قبل ما تسافر وانا في قلت لها غايب ما وعلى يبقاش طول لي أنا علاقة رافض بالسوشيال؟ الموضوع ده. اه، رفضه امال انتوا علشان كنتوا هي بتتواصلوا استخدمته ازاي؟ غلط. هي استخدمته غلط وهي مخطوبة. فأنا منحتها منه. لما استخدمته كنا بنستخدم الإيمو بس، مكالمات عشان أطمن عليهم والولاد، ومكالمات عادية. امم. بس مسكت مسحت الحاجات، وبعد كده رجعتها تاني. سبحان الله، مسحتها تالت وزعقت لها، راحت اشتكتني. البجاحة يعني. راحت اشتكتني لعمي وكده، وعمي قال لها عيب أصلا يعني تبقى مسجلة حاجات بصوتي، وتبعتها لحد على الواتساب. لما بتقول له أنا بستخدم الواتساب بكلم صحابي وبكلم أختي مسافرة بره. لا لا، ما يبقاش ليكي كده يعني. امم. وخلصنا، فنزلتهم تاني، فجاني حب استطلاع ان انا اخش واشوف. دخلت على الواتساب، امم. لقيت محادثة بينه وبين صاحبتها فيها محمد، كلمته كده. وبدأت وانا بشوف برتعش بتنفض، مش مستوعب. امم. مش مستوعب خالص. ده لما رجعت من السفر؟ اه، مش 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 اه. مش 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 في طبيعتي، مش مستوعب. في حالة انهيار، واحدة واحدة جسمي بينهار. انت مين شفت ده؟ ايه؟ شفت حاجات كتير، يعني شفت محادثات، نوم على التليفون، آه، آه، ماشية مع واحد متفقة معاه إن هي تطلق وتتجوز، وبتقول له يعني انت اكلت؟ بيقول لها لا ما اكلتش. فبعت لها صورة لنفسه وماسك جنيه في ايده. تقول له الله يا حبيبي، انت لو موجود قريب مني انا هديك فلوس، هبعت لك. طب انت هتبعتي من مين؟ امم. هتاخدي من مين؟ من عرق ومن شاي، ولا هتقولي لابوكي هاتي؟ انا انا يعني كنت بقرا وبتنفض يعني. امم. مش فاهم، مش مركز. وصور عريانة وهي في الحمام بعتها واحد اسمه مصطفى. امم. حاجات يعني، حاجات غريبة أنا بشوفها بتدمر. يعني بدأت أعرف يوم والتاني
مش قادر، يعني عامله كذا صفحه كذا اكونت، امم فاهمه؟ انت وعلى مخلف منها قد الواتساب. ايه؟ ايه؟ مخلف منها قد ايه؟ معايا بنتين. بنتين. انت عندك كام سنة يا فندم؟ حضرتك بتبكي ليه؟ مش انا هقول لك على حاجه، بس في بدايه كلامي انا عايز اقول ان انا مش ملاك. انا اوحش بني ادم على وجه الارض. انا شيطان، اعتبريني شيطان. انا خنتك تخونيني بس. وانت خنتها؟ لا، انا خنتك تخونيني ليه بس؟ يعني ايه انا خنتك تخونيني؟ انت خنتها؟ انا ما خنتهاش، انا خنتك عشان تعملي معايا يعني كده. انت بتستغرب ان انت ما عملتش كده، فازاي هي هان عليها تعمل فيك كده؟ ازاي انت لحمك رخيص كده؟ مش مصدق. اعتبره انا مش ملاك، انا شيطان. انا استاهل منك ليه؟ انا عملت معاكي كده؟ ايه اللي انا عملته؟ مشاكل، كان في مشاكل، وانت عارفه سببها ايه. انت عارفه سببها ايه. تتضايق لو قلت لك سببها ايه؟ اقول لك على حاجه. امم انا يعني مش عايز حد يقول على ان انا مغفل او عبيط. امم انت عارفه بعد ما اكتشفت كل ده امم وخليتها تجيب السكينه بايديها، وكنت هذبحها وقحت من طولي. امم انا عرفت كل حاجه، يعني عرفت الشخص اللي راحت له بيته وجالها بيتها. وكان والجيران بيجي ما لها البيت؟ كتبوش. وكان بيجي لها؟ والج- والجيران ما كتبوش لما قالوا ان فعلا في راجل الشقه اللي فوق منك شاف حد دخل البيت عندك، وكلم صحاب البيت وشافوه في الكاميرات الصبح، لقوا واحد رفيع وطويل. امم واللي شافت الكاميرات انا يعني وريته لها على الموبايل عندي، امم فهماني؟ فاهمة. وريته لها، قالت لي انا شفته من ظهره، فهماني؟ واصحاب البيت طفشوها واحده واحده. امم والبجاحه لما انا عرفت وجت خالتها، الدنيا هتخرب، ابوها هيموت، ابوها هيموت، استر عليها واللي انت عايزه هنعمله. امم حطيت في قلبي، بس ساعتها انا يعني ربنا الهمني ان انا افكر بعقلي. حطيت بناتي قدامي امم وقلت لابوها تعالى في مصيبه، انا بموت كل يوم، تعالى عايزك. ابوها ما جانيش، امم جاني اخوها. قلت لاخوها حصل واحد اتنين تلاته. وامها موجودة؟ انا هحكي لك، امم هحكي لك امها قالت لي ايه. قلت لاخوها حصل واحد اتنين تلاته، اختك عملت واحد اتنين تلاته، وانا عشان خاطر عيالي هسامح لفتره معينه، امم لمده 4 5 سنين يكونوا العيال كبروا، امم فاهمه؟ هما عن العيال قد ست ايه؟ سنين 6 سنين و4 سنين اه. يكون كبر شويه ونخلص، وخدي حاجتك كلها مقابل تنازلي عن العيال. امم ولو انا ربنا، بصي ربنا اقسم بالله هذا ما حصل، اللي امم بقوله ده بالحرف. لو ربنا نزل عليا وحي ان انا اسيبك عشان خاطر عيالك ووجه الله تكملي معايا، هسيبك. يبقى ربنا عايز. لو امم نزل على قلبي وحي
4 سنين في حالي وأنا في حالي. وقدرت اسامحك في خلال الاربع سنين 4 هنكمل. سنين 5 سنين كده صح. واحدة واحدة اللي أنت عايزه، فاهمة إزاي؟ مم. قلبت ملاك بريء لمدة شهر. مم. المشي كويس، اتحجبت، قلت لها اتنقبت، آه، مشيت كويس لحد ما قدرت تكلم اخوها في التليفون وازاي يخرجوا من المصيبة دي. مسكت التليفون حطيته في المية، مم. حطيته في المية. التليفون اللي كان عليه كل كل الاسكرينات، البلاوي، وانت ما كنتش كل واخد حاجة. نسخ منها ولا لا ما حاجة؟ خدتش. خلاص مم. انا خلاص. انا مم. اخواتي كانوا حاسين بمصيبة، انت عاملة فيه حاجة. بس ما بيتكلموش. جبت السيرة لحد، مم. فضلت كاتم. انا الحمد لله يعني في دكتور كويس انا ماشي معاه الحمد لله. دمرت نفسيتي. انت ما شاب جبت صغير، السيرة. يعني ايه؟ انت شاب صغير، يعني انت مش كبير. انا انا كبرت، ربنا اداني ابتلاء بس كبير عليا، لا حول ولا كبير قوة. عليا أوي أوي أوي، عايز أصوت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا قهر الحمد الرجال، لله. يا على قهر بصي الرجال ده. والله حمد ربنا، من حب ربه ابتلاه. انت مقهور أنا كده قلت لك ليه؟ في الأول أنا اه، مش ملاك. انت ليه أنا مقهور؟ مش ليه ملاك. مقهور قوي كده؟ كنت بتحبها؟ لا، أنا قلت لك الأول أنا مش ملاك، اعتبروني شيطان. بس ليه وصل بيها الحال تعمل معايا كده؟ كنت فارقيني بالمعروف، بالمعروف اللي انتوا بتتكلموا عليه. بس انا مش موضوع وبعد بحبها، الشهر، لا. وبعد الشهر لما هقول لك على حاجه، اه. مش موضوع بحبها. الموضوع موضوع بنتين. موضوع الموضوع اني بقيتي كده وبجحة. شفت البجاحة مم. كلهم. يعني اخوها هو اللي قال لها حطي التليفون في الميه. مم. اخوها اللي في الازهر، اللي في الثانويه العامه، مم. اللي في كليه حاليا، مم. يعني حطيته في الميه وقال لها لو جوزك حلف عليكي بالطلاق قولي له مش انا. شفتي؟ هو انت اللي حطيته في المية ولا هي اللي حطيته في المية؟ هي هي هي. هي مم. هي خدته حطيته في الميه وانا نايم. مم. اللي خلاني عرفت ان انا لما جيت اجيب التليفون اصلحه بعدها باربع 5 ايام، مم. لقيته سبحان الله حاجه قالت لي روح. لقيته وديته الراجل بتاع التليفونات قال لي ده غرقان في ميه. مم. طب انا حبيت اعرف ايه اللي حطه في ميه. نزلت برنامج تسجيل مكالمات على تليفون تاني، مم. وكانت اختها بتكلمها من بره مم. وعارفه كل حاجه فهي بتقول لاختها محمود، كنتش عايزه اقول اسامي. على قال اخوها. لي حط قال لي حط التليفون في الميه، ولو جوزك حلف عليكي ما تقولولوش ان انت وانا عايشه معاه في الحرام. انا عايشه معاه في الحرام. شوفي لي شيخ عندك. وهي اللي بتعمل كده خايفة يعني انها تكون عايشة معاك في الحرام؟ اه شفتي الكلام جايز. طيب خليني اقول لك اسرع، وقول لي اسرع. احنا دلوقتي وصلنا لفين؟
وانت وهي مع بعض ولا سبتوا بعض؟ طلقتها لا لا ولا لا، لأ؟ انا هقول لك انا عايز اعمل ايه بس مش عارف. انا رحت، كل حاجه بقى راحت، كلموني بالعين والحاجب، انا هقعد مكان ما انا عايز اقعد. فاهمه ازاي؟ مم. حبيت ان انا اخلص، وخدي حاجتك وانا اخد عيالي ونخلص. مرضيوش. مم. عملت مشكله ورحت لهم عند البيت، وابوها قال لي شفت انت لما واحد يقول لواحد انا بنتي معيوبه، مم. انا بنتي معيوبه خلاص، امهم معيوبه، انا مش عايز منك حاجه، وكل واحد يروح لحاله، وانا خليها تبريك، والعيال معاك في المدارس ومعانا في الاجازه، معاك في الاجازه معايا في المدارس. انا مم. رفضت، لان انا حب لعيالي مش حب اب البنات، انا حب لعيالي حب امتلاك. دول فرحتي في الدنيا، دول اصحابي ودول ولادي كل حاجه. ما رضيتش، ما وافقتش، ومشيتها قانوني، وقلت المحكمة تجيب لي حقي. أنا كنت هروح أقتل، وكنت متفق أنا وأخوها إن إحنا نموت الشخص اللي دخل بيتي. ورحت لأخوها بلدهم أنا وبنتي، وكنت فعلا أخد سلاح وكنت أموته، وأمه قالت لي لا، إحنا مش هنموت، اللي حصل حصل. بتكلم مع أمها بقول لها بنتك خانتني، بتقول لي أنت اللي منحتها عننا. أمها بتقول لي أنت اللي منحتها عننا، قلت لها أنت اللي كنت عاملة مشاكل. فقلت لها مبرر إن أنا أمنحها عن بيت أبوها هي تخوني؟ قالت لي لا، مش مبرر، بس هي لا أول ولا آخر واحدة تعمل كده. مم. طيب إزاي؟ انت دلوقتي حضرتك مشكلتك فين؟ هي خدت الولاد، خدت البنات منك؟ خدت البنات وأنا اه. القضية بتاعتي اتحفظت، طبعا والمحامي قال انت لي القضية ما كانش معاك اي دليل يثبت خيانتها، فما فيش قضية. لا لا، كان في دليل وفي محادثة، والنيابة حفظت القضية ومصورها وموديها الكارت ميموري. اه. هي كان والكاميرا اللي ثبتت ان في شخص موجود برضو ممكن كنت تستند عليه لا، لو، ولا ده الكاميرا دي من خلاص؟ سنة ونص. اه. فاهمة؟ امم. بس الكاميرا دي كانت من سنة ونص، من فترة، مش من دلوقتي. امم. فبعد كده لما رحت النيابة واديتهم محادثة بينها وبين حد على الصفحة اللي هي كانت عاملاها، اللي هي تظهر عند أبوها كويسة، وعند أخوها، وعند ولاد عمها. هي كانت عاملة صفحة تاني، هي كل الناس عندها وأبوها، بس كانت إيه على قد العيلة، واللي عليها كل حاجة قذرة، كل حاجة زبالة. اه. فانت وديت الصفحة دي؟ آه. اه. والقضية اتحفظت؟ والقضية اتحفظت. المحامي قال لي احنا ممكن نعمل إعادة فتح القضية من تاني، ونطالب بالمحادثات، الخط اللي كانت عاملة بيه الواتساب باسمي، امم. ده كان بتاعي أنا باسمي، امم. كسرته وأنا طلعت شريحة. امم. قال لي ممكن نطالب بالنيابة تجيب لنا المحادثات. لما رحت للمأمور، المأمور قال لي بص لبناتك، هو ما كلمنيش. يعني أنا داخل بقول له أنا هعمل جريمة في الحتة دي، واتكلمت معاه قال لي بص لبناتك. وبعد كده وده سؤالي، مش خايف ان انت تمشي في الموضوع ده؟ انت بتقول روحي في بناتي، ولما تشوه سمعة امهم وتطلعها ناسية ما السمعة. هو ده اللي أنا عايزه، هو ده اللي أنا بموت. امم. أنا واثق إن لو كانت أمهم أنا شايف إن هي ينفع تربي عيالي، أنا كنت قلت مش مشكلة واسيبهم عند امهم. بس صدقيني عيالي في المكان الغلط. عيالك في المكان الغلط. انا عايز اخدهم، خلاص انا عايز اخد عيالي، اشهر، اطلع اتكلم، مش عارف اطرحها للرأي العام.
طب انا لو الشيطان اتمكن مني ورحت جبت الشخص ده وجبته كده قدام مصر، هعمل لايف كده واجيبه هي انت قدام ليه مصر. قصتك مع الشخص؟ طب الشخص ده شفت لقى انت قلتي ايه؟ اصل معلش خلاص الشخص ده في واحدة عايز كان اثبت حقي، انا عايز تثبت اثبت حقك. حقي. طيب اصل انت قصتك دلوقتي في الست اللي انت كنت متجوزها، الست دي على ذمتك ولا اتطلقت؟ لا، الست ديت ما اتطلقتش، الست دي ما زالت على ذمتك. ما زالت. انا مش انا بصي، انا حاولت ان انا اطلق وتروح بحالتها واخد عيالي، ما فيش. هم العقب عيالي. بصي خدت عيالي والقضيه وهي اتحفظت. مش رافعة عليك قواضي ولا طلاق ولا حاجة؟ رافعه ده. بصي وهتحبسني، صاحب الحق هتحبسني. يعني انا كل ده لما اقعد بيني وبين نفسي بتشتت. انا بروح للدكتور يقول لي ما تفكرش، اتكلم. طول ما انت ماشي اتكلم مع الناس اللي انت ما تعرفهاش. لو انت خايف تحكي، احكي مع حد ما يعرفكش، عشان لما تيجي تبص له بعد كده ما تحسش بينك وبينه تعب. احكي، هتموت. انا تعبان، لا حول ولا قوة الا بالله. انا تعبان، عايز اسال حد يكون فاهم في القانون. مش المفروض ان المحادثات دي تيجي؟ الدنيا كلها قالت لي تيجي. ده احنا في دولة كبيرة، اكيد تيجي. ده المكالمة التليفون بتبقى متسجلة، اكيد تيجي. فانت عايز كتير قال لي تجيب كده. المحادثات اللي بتثبت خيانتها. ايوه، تمام. اجيب اثبت، لان دي ما تستاهلش تبقى ام. طب ما على فكرة الواتساب نفسه ممكن يتفبرك، يعني ممكن تقول مش انا، حد منتحل لا، ما هي شخصيته